اللهم صل على النبي. انا عملت انجاز. الله يا جماعه، تسقيفه يا جماعه. انا عملت انجاز. خير يا جماعه. انا عملت انجاز تاريخي. اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. احنا فين النهارده؟ زي ما حضراتكم شايفين النهارده احنا في ابو قير، مستمرين طبعا في ابو قير. النهارده بقى فيديو مختلف تماما، اول مره تشوفوه. جيت النهارده ابو قير يا جماعه، زي ما انتم شايفين ورايا طبعا ده المينا الجديد، ودي اعمال التكريك اللي شغاله حاليا في المينا الجديد. النهارده بقى جيت ابو قير ليه؟ جيت ابو قير عشان اعمل مع حضراتكم تجربه بقى مختلفه جدا جدا جدا. النهارده جيت اشتغل صياد في ابو قير، جيت اصطاد من ابعد نقطه في الممشى السياحي. ناس كتير جدا 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 لما نزلنا فيديوهات عن ابو قير سالوني وقالوا لي ايه اخبار موضوع الصيد على الممشى السياحي. خليني اقول لحضراتكم ان جيت اخوض التجربه معاكم النهارده. جينا بقى ابعد نقطه في الممشى السياحي في ابو قير عشان نصطاد ونشوف كل حاجه بعينينا. هنشوف بقى المنطقه فيها سمك ولا ما فيهاش. تجربه جديده جدا هنعملها النهارده مع بعض ان شاء الله. تابعوا معانا بقى الفيديو للاخر. من اعلى الممشى السياحي، من ابعد نقطه في ابو قير، ياسر هيجرب تجربه الصيد من ابعد نقطه في الممشى السياحي. كملوا معانا الفيديو للاخر. طبعا احنا اكتشفنا صياد ماهر، غير انه محاور. عايزه اقول لكم بجد بجد، استاذ ياسر معايا النهارده في ابو قير بيصور وبيصطاد. بجد اليوم هيبقى جميل جدا جدا. انه يوما تجربه النهارده مختلفه جدا جدا جدا. النهارده بقى انا قررت اجي ابو قير، مش هصور بس بقى، قلت لازم اعمل ايه، لازم اجرب تجربه الصيد النهارده مدام نعمة. تمام. تجربة طبعا هم مش عارفين يا ياسر، لسه ما شافوش، هم سامعين الصوت بس. تجربه بقى جديده كده. حاولنا ايه، نيجي ابو قير ونصطاد كده، نحاول نعمل التجربه. بحاول يا ابني يا ابني انا شايف يا ابني يا ابني انا شايف يا ابني يا ابني انا شايف يا ابني. صياد ماهر بسم الله ما شاء الله. شويه طلع بطاطا. ما تقلقش، انا هاجي دلوقتي جنبك عشان تعلمني. انا هاجي جنبك. الله ينور يا استاذ ياسر. انا حاسس بصي ما جابتش. شفت عجينه نازل تاني بس بقى. يلا بس لسه بس المكان هنا ان شاء الله. ان شاء الله هنشتري جاهز مع بعض دلوقتي. احنا هنشتري جاهز يا جماعه، احنا عندنا طول بال جامده قوي. هنشتري جاهز. هنشتري جاهز ان شاء الله. لا هنشتري شوي دلوقتي. هو الصيد عايز صبر، وانا الصراحه صبور جدا. طب انا اقول لك على حاجه كويسه. لا بس هي غمزت اهي. طب هي لازم تغمز. غمزت انا هنزل كده عند الميه تحت واحط لك سمك، وانت تعمل نفسك اللي لا ما اكيد هيفهموا ان احنا بنضحك عليهم. هياخدوا بالهم بجد. لا بس هي فعلا هي فعلا بتاكل. انا اخد بالي يعني. اخد بالك اللي هي بالشده. بتشد اهي واحده. كل اللي جاي خير باذن الله. طب انا استاذن حضرتك بقى اروح اجيب كيلو شوي دلوقتي واحضره عبال ما حضرتك تجهز بقى لا بس انا شايف تعالي كده، قربي معايا كده. ثانيه كده. القطعه في المنظره. اروح اجيب سمك من القطعه. تعالي قربي كده. الحاج بسم الله ما شاء الله. ايوه عايز انا شايفك عمال تطلع في سمك انت من ساعه ما جينا. ولا سمك. قلت لك هو شكله هياكل معانا. بوظهولك ليه؟ طب انا هسالك سؤال كده بس بالراحه. هو لو ما كانش اتعمل الممشى ده، انت كنت هتعرف تقف في الوقفه دي وتصطاد هنا؟ لا، ما هم شالوا الاصل وحطوا التعليد. شالوا الاصل. انت كنت بتصطاد فين اصلا؟ ربنا خلقه. انت كنت اصلا يعني بتيجي تصطاد هنا على طول في ابو قير؟ التلفزيون يا حاج. انا كنت بصطاد في كامب الشزار اصلا. تصطاد انت من هنا ولا من كامب الشزار؟ انا من كامب الشزار. طب يعني انت في كامب الشزار وقدامك البحر. انا اقول لك. لا بس البحر هناك ما فيهوش اي حاجه، مفيش حاجه اتعملت في كامب الشزار. لا هي الكافيهات اللي ايوه من ساعه ما وسعوا البحر وكسروا. ده لسه اللي جاي احلى. ده لسه كده بوظونا البحر. لا احنا كده، انت كده منور الفيديو بتاع استاذ ياسر والله. انت كده منور ما تقلقش. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. المهم بس انت حتى لو دورتوا في على النت هتلاقوني برضو. يعني انت طلعت معنا، انت مشهور بقى، معروف ان انت صياد هنا بقى وبتاع. ماشي. طيب المهم بس انت رامي بعيد ليه كده؟
انا اصلا بحب السمكه الكبيره، اه فبقول ممكن. انا قلت لك الرعيب والله العظيم، والله العظيم قلت لك الراجل ده لعيب. هو الميه وحشه، الميه وحشه، مع ان انا شايف ناس بقى قاعده قدام عماله تطلع حاجات وانا واقف، والله ده العظيم. بوري ده. طب بيصطادوا بايه؟ عجينه برضو؟ عجينة. العجينه بوري. هو دينيس، هو بيطلع بس زرزوره دينيسيه. هنا تيجي هنا صاحبي. السمكه مش فاتحه بقها، مش زعلانة. موجوده. اللهم صل على النبي. انا عملت انجاز، الله يا جماعه، تسقيفه يا جماعه. انا عملت انجاز، خير يا جماعه. انا عملت انجاز تاريخي. لا بجد اللي بيحصل معايا دلوقتي ده، والله مرزق دي كده بشرة خير. انت بقالك قد ايه بقى؟ دي بقى مش لا، مش بنسموها هتشك. ايه عشان صغيره قوي، بنسموها سمكه اسمها حباظله. استنى بس، حباظله. انت بالك صغيرة. استني الله بس، ينور عليك. انت بالك قد ايه بتصطاد؟ ده ايام طلعت اللي انا طلعته دي؟ كبير بس بقى برميه. طلعت اللي انا. يا جماعه انت شفت؟ استنوا بقى الفيديو عشان هو انت شفت بتاع اسماعيل ياسين في البحريه بتاع اسبح يا رجب انك لسبحه بماء؟ ماشي، ارمي بقى في الميه بقى. انا همشي بقى واسيبك واجي لك بقى لما تطلع السمك عشان اجي اتغدى معاك. ماشي قول باي بقى، يلا قول باي كده في الكاميرا. يلا اهو قول باي. تجربة جديدة يلا بينا. طبعا حبيت اعيشها مع حضراتكم النهارده. يوم كان جميل جدا 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 طبعا في ابو قير، وزي ما انتم شايفين انا كده في وسط البحر على بعد 550 متر من الشاطئ طبعا، او من طريق الكورنيش الجديد، قريب جدا من اعمال التكريك اللي حضراتكم شايفينها قدامنا. ده اعمال خاصة بميناء ابو قير الجديد، استكمال طبعا الاعمال بتاعة التكريك والردم الخاصة بميناء ابو قير الجديد. اليوم النهاردة طبعا كان مميز جدا، نزلنا لحضراتكم الصبح الجزء الاول عن احوال الشواطئ، والشواطئ طبعا زي ما شفناها في الجزء الاول خلاص بقت فاضية، وبالرغم طبعا من اننا في شهر 9 ولكن الشواطئ فاضت، واحوال المية زي ما انتم شايفين المية جميلة جدا 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 ومغرية طبعا للنزول. طبعا البحر في ابو قير اتغير تماما يا جماعة، وطبعا بعد وضع الحواجز اللي موجودة الخاصة بالميناء المية بقت زي ما حضراتكم شايفين كده، المية بقت صافية وهادية كده وجميلة جدا جدا. طبعا انا بدعو اي حد من حضراتكم يجي ويزور ابو قير ويشوف الجمال اللي بيحصل هنا في ابو قير. موجود طبعا ممشى جميل جدا زي اللي احنا واقفين عليه، ومسموح طبعا لاي حد بيدخل طالما مفيش اعمال شغالة، مسموح لحضرتك تدخل على الممشى وتتصور وتاخد لقطات جميلة جدا. مش هتعرف طبعا تلاقي زي اللقطات دي غير هنا. طبعا انا بستغل اي فرصة وبقعد اتصور شوية صور كده حلوة، لان المناظر الجميلة فعليا يا جماعة ما يتشبعش منها مهما لفينا ومهما جينا. لما بنحب نتصور بنيجي ابو قير على طول باستمرار. خليني اقول لكم اتمنى طبعا الفيديو بتاع النهاردة يكون فيديو جميل وخفيف على حضراتكم، تجربة جديدة حبينا نعيشها معاكم من قلب البحر في الممشى السياحي بابو قير. يوم جديد من ايامنا في اسكندريه، مستمرين طبعا وشايفين جمال ابو قير يا جماعه، شايفين جمال الميه عامله ازاي. مستمرين ان شاء الله في متابعه كل جديد في اسكندريه. هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي. دمتم في حفظ الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.